واش غيمشي ينعس لكم بركات تعتبر مكافاتيه او جراسكم خدمه كاين لجان غتكون عندنا ندوات وغتكون مناقشات يعني بشكل دائم مستمر. حنا الغرض ديالنا ماشي نقولوا دير واحد الجمعيه فئويه كتجمعوا غير تعلمكم شو بحال هكذا، لا علينا ان نجتهد. الشيء اللي يتبعنا شيء كثير جدا، غير كنقولوا هذه الخطوه الاولى. الخطوات اللي جايه راه هي المهمه. يعني الا كنعتبروا مثلا جينا غنجيب العام هنا وصافي مشينا بحال هكا راه ما درنا شي حاجه. باقي الجمعيات المهنيه هو هذا، انا ماشي كنجيب الاخر مره واحده على الدعم كيوزعوا كل كيمشي بحال هكا، لا قالوا غادي يكون عندنا الاشتغال داخلي مثلا ندير اتحاد وغيكون عندنا الاشتغال داخل المقاولات السياسيه. يعني حنايا غنوضوا نخدموا غنوضوا نشتغلوا بعضياتنا يعني كثير جدا ماشي واحد فيما يتعلق بالقانون الاساسي. اعتقد ان الاخوان حطوه في المنصه وحطوه في الجهود الوسط هو باش بلا في الدفاع. يعني الملاحظات اللي سمعناها في القاعه هي يعني في المكان ديالها ومقبوله وعلى راسها، غير هي واحد المنهجيه. راه تابع كذا غادي يمشي بغى يتسنى حد باش نقول الاخوان وغيتحكموا بين الناس اخرين. حنا غير بدينا الفكره والفكره للجامع ماشي ديالنا بوحدنا. حنا في اي فتره ولينا كذا ندعينا خصنا تكمل المسار ديالها. اعتقد نمروا مباشره الاخوان غير علاش بلا الاسم ما كايناش كبرى في المرسوم، ما كايناش الصغرى، ما كايناش متوسطه في المرسوم. حنا هذاك المسؤول ذاك المشرع دار لك المقاوله الصحفيه الصغرى وهذاك وفوق 5 الاخرى ما عطيها حتى شي وصف. ما قالش الكبرى ما كايناش. حنا تنمشيو مع المشرع قال حنا صعب علاش ما رداش في الصغرى سيدي ناس خير. واش اللي تيخرج الصحفي تيخرج فيكم من الاخر ما جاي ياخذ 7 المليون في الشهر هذا صغير اسيدي. انا صغيره عمليات مقابله صغرى دير لها 6000 درهم ودير لها 8 بلاصه الاساس ديالها وليا وكذا وهذا دير لها واحد دير 8000 درهم وضربها بهذوك شحال من صحفي. انا اسيدي رضانا بالصغرى عطيني غير حقي عطيني حقي وديك الساعه نولي كبرى ولا نولي هذا. ولكن خصك تمشي مع المشرع قال الصغرى اسمح لي كنشوفوا عدد من الصحفيين تيخدموا وتيعيوا وبالاخر تيتقاعدوا بمبالغ هزيله جدا، لا حمايه اقتصاديه اجتماعيه. واحد العنصر مهم السي عبد الاله نسيناه اللي هو توفير الحمايه الاجتماعيه للمقاوله الصحفيه بالمغرب. شنو هو الحمايه الاجتماعيه؟ الموضوع ديال النقل ديال الصحه، الموضوع ديال التقاعد. هاد العناصر هذه غنلقاو بزاف ديال المؤسسات اللي عندها واحد النظام خاص، الا الاعلاميين تيتقاعدوا تيموتوا. فاذا هاد النقطه هذه تدخل في الاهداف بان هكا توفير الحمايه الاجتماعيه للمقاولات الصحفيه في المغرب في الاهداف ديال الجمعيه ديال الاتحاد. لا ما كايناش يعني يضاف هذا البون هذا ديال الحمايه الاجتماعيه. النقطه باختصار جدا، الاشاره للفروع الجهويه والاقليميه هي ماشي ضروري الاتحاد غيبدا من دابا الفروع، ولكن ملي غتوفر الظروف والمعطيات ملي غتبغي تاسس غتلقاها ما عندكش في القانون الاساسي. خصك دير جمع عام استثنائي وتبدلها في القانون باش دير داك الفروع. اذا تديرها والاشتغال عليها تيكون في توفر الظروف. وشكرا. شكرا لكم جميعا. بالأخذ بعين الاعتبار اقتراحات فتكون لأن لا يعقل. راه كتكتبوا على الريسكو لأنه رئيس لكل سنة مازال كنوفر قانون الملف الإداري السجل عندنا أنا 2 أو 3 معارضون لا أحد ممتنعون لا أحد. أصالة عن نفسه وباسم كافة أعضاء الاتحاد والمنتسبين إليه على امتداد جهات مملكتكم الشريفة أن يجدد للمقام العالي بالله الإعراب عن مشاعر المحبة الصادقة والتشبث بأهداف العرش العلوي المجيد وبشخص جلالتكم المنيفة مولاي
لقد استحضر أعضاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى والمنتسبون إليه منذ نضج فكرة التأسيس وإلى غاية عقد الجمع العام بكل فخر واعتزاز المبادرات السامية لجلالتكم الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الإعلام الوطني باعتباره فاعلا أساسيا في الحياة العامة وشريكا لا محيد عنه في ترسيخ الصرح الديمقراطي ببلادنا، معتبرين التوجيهات النيرة لجلالتكم المتضمنة في الرسالة الملكية السامية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام بتاريخ 15 نوفمبر 2002 بمثابة النبراس المنير لطريقنا ومسلكنا من منطلق الاقتناع التام بالتلازم بين المسؤولية والحرية، وعلى الاعتبار أنه لا يمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية وأن ينهض بالدور المنوط به ويتبوأ المكان الجدير به في مشهد العام ما لم تمارس الحرية في نطاق المسؤولية. فعلى هذا الأساس المتين والنهج القوي سيضع الاتحاد النصب الأعين الارتقاء بصحافتنا إلى مستوى من التقدم والمهنية يؤهلها للاطلاع بدورها كاملا وتعزيز ركائز المجتمع الديمقراطي، وكذا تشجيع الاستثمار في قطاع الصحافة ودعم المقاولات الصحفية الصغرى والناشئة التي توفر فرصا للشغل خاصة على مستوى جهات مملكتكم الشريفة. وإن نجدد العهد لكم يا مولاي على الوفاء والإخلاص السرمديين، نؤكد مواصلة انخراطنا في كل الرؤى والاستراتيجيات التي أرسيتم أسسها وركائزها في شتى المجالات بما فيها ترسيخ الممارسة الإعلامية النبيلة وتأهيلها للمساهمة في تعزيز الدور الريادي لبلادنا كمهد لحضارة عريقة في التاريخ، وبما يحقق لها المزيد من التأثير والإشعاع في محيطها الإقليمي والجهوي والدولي. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم ومتعكم بمنظور المجد والسعدة وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وأقر عين جلالتكم بسمو ولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبكلمتكم المصور صاحبة السمو الملكي الأميرة الخديجة، وشد أزركم بشقيقكم الأمجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب وباستجابة جدير. والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. حملنا بالرباط في السبت 14 شعبان 1445 الموافق 24 فبراير 2024 خطيب الأعتاب الشريفة علي مبارك رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى.